جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات ريفيوهات المنتجات الجديدة اللي نزلت معانا في ايفون. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نتكلم على المنتج الرائع بتاعنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين هنتكلم النهاردة عن ماسكارا نزلت معانا مؤخرا في ايفون اسمها اكسترا فيرت، والماسكارا دي هم قايلين ان هي بتعمل اكستريم فوليوم، يعني كثافة عالية جدا. انا بصراحة جربت الماسكارا دي وانبهرت بجمالها. يعني هنحط بقى الماسكارات القديمة كلها على جنب، والماسكارا دي بقى كوم تاني، حاجة تانية خالص بصراحة رائعة. اولا نبتدي بالباكجينج بتاعها الجميل المميز اللي لخبطني شويه، لان احنا متعودين دايما ان الماسكارا بتبقى سميكه من تحت عشان بنسندها لما بنيجي نستخدمها، ولكن هو السماكه جايه عندنا من فوق من عند الغطا ونازله بشكل انيق. طبعا الكتابه اللي عليها زي ما انتم شايفين كده بتضوي الوان كتير، حجمها 9.5 ملي، والماسكارا الفرشه بتاعتها فوق الممتازه. زي ما انتم شايفين انا شايفه ان الفرشه بتاعتها رائعه. كمان الدراع ده قصير بيسهل ان انتي تتحكمي وتجيبي الرموش من جدرها. انا حبيت الماسكارا دي جدا، ولكن عندي عليها تعليق واحد، ان هي فعلا بتكثف الرموش وبتطولها، ولكن هم كاتبين في الكتالوج ان هي ممكن تحطي منها 7 طبقات. انا بصراحه حطيت منها مره 2، التالتة طبعا ما رضيتش تحط طبقات، وانتي بصراحه مش محتاجه ان انتي تحطي 7 طبقات عشان تشوفي كثافه. انا بصراحه من مرتين كانت الكثافه مبهره، وهنزل لكم صوري وانا حطاها وعامله زوم على عيني عشان تشوفوا قد ايه الماسكارا رائعه. الماسكارا اكتر ما بتكثف بتطول لدرجه ان انتي يعني زي ما تكوني حاطه رموش صناعيه حرفيا. عارفين الموضه بتاعت الرموش العنكبوتيه اللي هما بيتكلموا عنها الايام دي على السوشيال ميديا؟ هي بتعمل كده حرفيا. انا ما شفتش بصراحة على مدار حياتي ماسكارا ادتني الافكت الرائع ده. انا كنت بعشق ال 5 in 1 اللي هي الجينيوس، ولكن بصراحة دي جت غطت عليها. وبس الجينيوس برضو ليها عندي مكانة لان هي بتكثف اكتر من دي، لكن دي مجرمة في تطوير الرموش. انتوا الرموش ممكن توصل للحواجب، يعني لو حد رموشه كويسة ممكن تديله مظهر مبهر حرفيا. انا وانا بستخدمها اول مرة قلت ماسكارا زي اي ماسكارا، بس ايه 7 كوتس و3 كوتس وكثافة مش عارف ايه، لكن انا حرفيا انبهرت. انا في حياتي ما استخدمتش ماسكارا ادتني الطول ده. انا مش من الناس المغرمه بالطول قد ما انا مغرمه بالكثافه. انا بحب ان رموشي تبقى كثيفه، لان انا الحمد لله بفضل الله انا اصلا رموشي طويله، بس انا رموشي مستقيمه ما فيهاش اللفه دي بقى بتعمل اللفه بتاعت الرموش زي ما انتوا شايفين كده في الموديل. غير ان فرشتها تحفه بتخليكي تتحكمي، وكمان تحطي في الرموش السفليه بسهوله جدا، لان الفرشه زي ما انتوا شايفين قد ايه صغيره، فبتساعدك جدا ان انت تحطي رموش السفليه، وبتساعدك جدا ان انت تجيبي من بدايه الجدر بتاع الرمش. انا بالنسبه لي هلحق العرض اللي موجود معانا في الحمله دي، في عرض رائع جدا في مجله الاعضاء نازله بسعر ممتاز. لو خدتي قطعتين انا هحاول ان انا اطلب اكبر قدر المستطاع، لان انا حبيتها وقعت في غرامها. ودي هتبقى الماسكارا بتاعتي دائمه. هي طبعا مش ووتر بروف، عشان خاطر الناس هتسألني هي ووتر بروف ولا لا، يعني تقدري تستخدميها كل يوم وهتديكي مظهر رائع. الناس اللي بتحب تحط الرموش الصناعية وتحط جلو، لا انت مش محتاجة لا تشتري رموش ولا محتاجة تشتري جلو بشيء وشويات. انت محتاجة ان انت تشتري الماسكارا الممتازة، هي فوق الممتازة. يعني انا بالنسبة لي ركنت كل اللي عندي على جنب، وبقيت هي اللي قدام ايدي دلوقتي لغاية ما تخلص، ولو خلصت هجيب مرة و2 و3 و20. يعني دي لازم هتبقى في مجموعة
الماسكارات بتاعتي، يعني فعلا 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 ماسكارا مبهرة زي ما هم كاتبين عنها، وهم كاتبين عنها في الكتالوج ان هي بتدي كثافة، وهي فعلا بتدي كثافة، بس الطول هو اللي ابهرني مع الكثافة. يعني الطول اللي بتديه الماسكارا رهيب. فرشة كبيرة الحجم، لا انا مش شايفة ان الفرشة كبيرة الحجم خالص. يمكن الالترا فوليوم الفرشة بتاعتها اكبر. انا بحب الفرش اللي مش ضخمة، رغم ان هما بيقولوا ان الفرش الضخمة بتكثف، بس انا بحترم قوي وبقدر قوي الماسكارا اللي تبقى فرشتها فيها مرونة في التعامل، فيها سهولة ان انتي تحطيها من غير ما تخش جوه عينيكي ولا تشوكك في عينيكي. انا بعاني من النقطة دي في الجينيوس بصراحة، فرشتها احيانا بتشوكني، لكن دي بصراحة اللي ما بيعرفش يحط ماسكارا هيحط ماسكارا بكل سهولة وهتبقى مبهرة. يعني مش هتبقى الماسكارا اللي هي العادية، لا هتبقى ابهار حقيقي. كاتبين ان هي تركيبة غنية بتعطي الرموش صبغة بلون اللي هو البلاكست بلاك، وفعلا سوادها فاحم، وهوريكم سوادها دلوقتي، والياف شبيهة بالحرير. الماسكارا كمان يذكر ان هي ما بتحسيش بيها على عينيكي، يعني خفيفة جدا، دي برضو من مميزاتها. تحصلي على رموش كثيفة، اذا اردت الحصول على رموش اكثر كثافة بتضعي المزيد من الطبقات. والله هي ما محتاجة طبقات، هي من الطبقة الاولى اصلا بتديكي مظهر ملفت. يعني بصوا هم المفروض كاتبين ان ده تأثير الطبقة الأولى، وده تأثير 3 طبقات، وده تأثير 7 طبقات. أنا هي ادتني التأثير ده بتاع 7 طبقات من تاني كود بصراحة، أو من تاني طبقة. يعني أنا كانت عينيا، أنا هنزل لكم تاني برضو الصورة على سكرين، أنا كانت عينيا المنظر دوت من تاني كود. أنا بالنسبة لي الماسكارا دي انبهار حرفيا. أنا حبيت 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 وأرشحها لكم وبجدارة، يعني ما تفوتوهاش. وكمان العرض اللي موجود في مجلة الأعضاء، وده عرض بيقدر يستفيد منه الأعضاء فقط. طيب احنا لو عملنا عضوية في ايفون هل هناخدها بالسعر ده؟ لا أكيد هناخدها بسعر مخفض أقل من ده، وهناخد عليها كمان خصم، وهنستفيد من عروض مجلة الأعضاء، ونستفيد من العروض الداخلية اللي بتنزل دايما للأعضاء بأسعار مخفضة، وسعر الشحن كمان معقول. كل المميزات دي تقدري تستفيدي بيها وتعملي العضوية معانا في ايفون لو كلمتيني على الرقم الموجود على شاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا. ولو حابة تطلبيها من عندي من على الجروب، لان انا هجيب منها بصراحة عدد هشيله عندي لان انا حبيتها جدا. لو حابة ان انتي تطلبيها من على الجروب بتاعي، فلينك الجروب في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. تقدروا تخشوا تستفيدوا من العروض اللي موجودة فوري بأسعار رائعة. ده كان الريفيو بتاعنا. اتمنى كل اللي جرب الماسكارا الممتازة دي يقول لي رأيه في التعليقات. وتعالوا بسرعة كده قبل ما نختم الفيديو بتاعنا اوريكم سوادها قد ايه فاحم. بصوا 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 قد ايه سودة، سوادها قوي جدا وفاحم. انا بالنسبة لي الماسكارا دي ماسكارا احلامي بجد، حلوة جدا وتنفع للاستخدام اليومي، بتدي مظهر مبهر. انتي مش محتاجة ان انتي تحطي ماسكارا عادية يوميا، لا انتي ممكن تحطي الماسكارا الرائعة دي. هي وانتي بتغسليها طبعا بيبقى فيه سواد حوالين العين طبعا لان سوادها تقيل، ولكن بمزيل مكياج زيتي تقدري تنضفي العين بكل بساطة وسهولة. وهي كده كده اصلا مع غسول الوش هي بتدوب، ولكن هي ما بتهببش ما بتفرولش ما بتأذيش العين، امنه جدا للعيون الحساسه عشان الفرشه بتاعتها وعشان الفورمولا بتاعتها. ده كان رأيي في الماسكارا الرائعه دي. مستنيه كمان رأيكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.